السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبر تتعجب به اهل السماء واهل الارض. حبايبي متابعين المحترمين، دعوة 40 غريب مستجابة. ندعو لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم ويجبرهم جبر تتعجب به اهل السماء واهل الارض. ربنا يهون عليهم يا رب اللي هم فيه، يا رب ربنا يرحم شهدائهم ويشفي جرحهم يا رب العالمين، ويربط على قلوبهم بالصبر والإيمان. والأطفال دول ربنا يهون عليهم يا رب. الله عليكم يا جماعة ندعو لهم كلنا في ظهر الغيب، دعوة 40 غريب مستجابة. وكمان ندعو لأبويا وأموات المسلمين أجمعين، اللهم ارحمهم واغفر لهم وسامحهم واجعل لهم قبرهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. حبايبي متابعين المحترمين، فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم منه كل جديد. لايكاتكم الكتيرة وتعليقاتكم الكتيرة تحت الفيديو هو ده اللي بيرفع محتوى الفيديو لليوتيوب ويخلي اليوتيوب يرفعه على المنصة بتاعته. يلا حطوا لايكاتكم وتعليقاتكم ويلا بينا هنتكلم عن فيديو الست حلمية اللي عامل إثارة جدل كتيرة جدا جدا. وكمان هنتكلم عن مفاجأة زياد لابو زياد، وكمان هنتكلم عن أم جنى والكارثة الكبيرة جدا اللي في رجل ريان والطمع والجشع بتاع أم جنى مخليها مش شايفة ابنها انه ممكن تحصله لا قدر الله اي شيء. المهم نتكلم على التفاصيل دي، بس اتمنى طبعا من كل قلب تحطوا اللايكات والتعليقات ويلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا احنا شفنا الفيديو بتاع الخالة حلمية اللي هي عملته، الفيديو اللي هي بتتكلم فيه طبعا في البداية كده بتبرر نفسها ان انا وابني ملناش اي ايد في الموضوع اللي حصل مع زياد، ولا زي اللي حصل على المنصة وقالوا ان انا الست حلمية هربانة وطارق هربان، وكمان ان زياد قال ان الحاجة دي بتاعت خالته حلمية، والكلام طبعا اللي احنا شفناه وسمعناه على المنصة. وطبعا كل الكلام اللي هي بتقوله كان فعلا حقيقي وصحيح. وكمان قالت ان انا زي ما انتوا عارفين الخالة حلمية الدخل بتاعها اللي معاه يجي ادوبك بتدفع منه القسط بتاع العربية، والفلوس الباقية اللي جاي على قد اللي رايحة عاوزة تقول يعني. وكمان في نفس الوقت قالت انتوا بايديكم كل حاجة، ان انا وديت الذهب في البنك قدامكم وصورت لكم فيديو واوريكم انه الذهب بتاعي وديته في البنك. اولا الذهب اللي الناس بتتكلم عليه، البنك يا جماعة ما ينفعش يحط اي حاجة غير لما بيعرف من اين لك هذا، منين، والدليل والفواتير وكل حاجة. لازم البنك يكون كل حاجة صحتها سليمة علشان ينفع ان هي تتحط. انت لو رحت تفتح حساب دلوقتي بيقولك انت بتشتغل ايه وايه شغلانتك ومن اين لك هذا الفلوس اللي انت هتضيفها وتحطها في الحساب، والحساب ده هتفتحه ليه. يعني الموضوع ما بقيش حاجة سهلة ولا حاجة بسيطة. حتى نفس النظام لو انت راح تاخد دولار راح تاخد اي عملة من البنك لازم يبقى معاك تأشيرة سفر ومعاك الجواز بتاعك، لازم علشان خاطر ينفع انك انت تخش وتاخد اي عملة خارجية غير عملة مصرية. يعني الموضوع كله ده بيبقى مدروس الاول قبل اي حاجة. يعني ما فيش حاجة بتتعمل كده سهلة. هنا القوانين عندنا يعني حاسمة، ما فيش حاجة اسمها ان انا اخد بنك من الدولار من البنك ولا اخد اي عمله غير العمله المصريه من البنك. وكمان العمله اللي تابع مصر لازم. حتى دلوقتي لو جات لك حواله من اي شخص بيقول لك من اين لك هذا، الشخص ده قريب منك والقرب بتاعته ايه واسمه ايه وتفاصيل ايه، ولو كان حد ما يعرفكش ولا يعرفه يقول لك لازم صوره الجواز بتاعه وصوره الاقامه بتاعته في البلد بتاعته كده. يعني الموضوع ما بيبقاش حاجة سهلة. المهم هنخش في الموضوع ان الست حلمية من هي وبتتكلم في التليفون، عشان انا لقيت تعليقات كتيرة جدا جدا تحت الفيديو. طبعا بصوا من بداية كده احنا مش ضد ان الست حلمية تصطلح مع اخواتها، ولا احنا ضد ان هم يبقوا كويسين مع بعض. بالعكس احنا نتمنى والله وبندعي من كل قلبنا ان ربنا يصلح ما بينهم وان ربنا يجمعهم، وبلاش شغل الفضايح وجراسة. على فكرة احنا كمصريين مش حابين الوضع اللي حاصل، ولا كل شوية ده هي تطلع بكوارثها ومصايبها وتبليها على نرمين. وكمان يا ريت بتتبلى عليها بحاجه كويسه، بتتبلى عليها بسكرينات، بتتبلى عليها ان هي كانت قاعده قدام واحد لابسه سلسله، بتتبلى عليها بحاجات زي كده وهي والقنوات اللي هي طالعه معاها. فهنا الاختلافات بتاعه المتابع، هو المتابع اللي تبع الست حلميه هم مش ضد ان هي تصطلح مع اخواتها، بس ضد السلبيه. مفيش حاجه اسمها ان انا اروح اصطلح مثلا وابقى كويسه مع اختي اللي هنتني، مع اختي اللي طلعت عليا. يعني احنا شفنا علا غلطت في الست حلميه وشتمتها وقالت ازاي الكلام اللي هي قالته، برغم ان هي دي خالتها. غلطت في نرمين وسط البث المباشر بتاع نرمين، كمان غلطوا في حقها. ما شفنا داهيه غلطت في نرمين قد ايه. فقبل
قبل ما يبقى كل واحد يصطلح وقبل واحد ياخد حقه لازم كل النقط تتحط على الحروف. يعني انت ليكي حدود ما تتعديهاش، عشان احنا شفنا قبل كده ان الست حلمية اصطلحت مع زاهية قبل كده وطلعت بعد كده غلطت فيها وفتحت عليها بس واثنين وثلاثة واربعة، والست حلمية قالت ان انا مش هيبقى في صلح غير لما اجيب حقي وحق اخواتي، قصدي عفوا حق عيالي يا جماعة. فهي لما الست حلمية جات واتكلمت هي عاوزة توصل صورة للشخص اللي هو عمل في زياد، قصدي في لبنى محضر، لان هي اللي كانت مقصودة لبنى، ما كانش مقصود زياد. يعني هو المقصودة لبنى في الموضوع مش زياد اللي كان مقصود. يعني اللي كان بيخطط ودقق في الموضوع ده كان هي مقصودة لبنى، مش مقصود زياد اللي هو يتاخد والكلام ده. فالست حلمية هنا كانت عاوزة تثبت للشخص اللي هو بلغ، يعني انك انت مش عشان خاطر احنا في اختلاف بيننا ما بين بعضنا فانتوا تستغلوا الحتة دي، وانك انت تستغل انك انتوا تبلغوا على اي حد فينا. لا، هتلاقونا كلنا ايد واحدة وهنقف كلنا مع بعض. برغم ان احنا شفنا عكس الكلام اللي الست حلمية قالته. شفنا لما طلعت شريهان وكدبت لبنى وقالت ان امه سافرت، وهو اتقبض عليه قبل امه ما تسافر ب3 ساعات وامه سافرت. وكمان في دليل كمان بيثبت انه لبنى فعلا ما كانتش مسافره في الفيديو اللي ماسكاها الست حلميه، وفي الفيديو اللي عاملاها رانيا ان هي كانت بتكلمهم وهم كانوا لابسين السماعات اللي هم بيبقوا فيها في الطيران، يعني ان هم كانوا طايرين. فهنا ده بيثبت لك ان فعلا كلام لبنى هو الصح وكلام شريهان ان هي كدابه، وده يثبت للست حلميه ويثبت للناس اللي كل اللي حواليها ست حلميه الكلام اللي انت قلتيه بيتقال عليك انت، بينطبق عليك انت، علشان خاطر انك انت ست محترمه وست كويسه، فعشان كده هو بينطبق عليكي الكلام اللي بيحصل ده، انك انت شايفه ان احنا نبقى ايد واحده وان احنا اخوات وان احنا سند وظهر للبعض، لكن الكلام ده ينطبق عليكي انت. بالعكس في متابعه لما كتبت لزاهيه وقالت لها لما انت زعلانه على زياد وبتقولي ان هو كان بيطبطب عليك وان هو قعدتي تعيطي وشغل التمثيل اللي هي قعدت تمثله في البث المباشر ده، قالت لها ليه وانا انزل ليه من المصيف وما يكون امه سابته وسافرت؟ يعني فين يعني فين هنا اللي يثبت لك يا ست حلميه ان كنتوا كلكم في ظهر بعض؟ ما حصلش. لو انتي ولا رانيا جم ووقفوا ولا ابن رانيا راح معاهم ووقف معاهم، فده هو اللي يثبت ان انتوا اللي فيكم الخير. اللي كان حماده الله اعلم مين اللي راح، عشان الواحد ما يظلمش وما يقولش حاجه ما شافهاش، مين اللي راح ومين اللي وقف مين اللي سند. بس احنا شفنا شريهان بذات نفسها بتكذب اختها في البث المباشر. فده يا ست حلميه الكلام ده بيطبق عليكي انتي يا جماعه. الست حلميه حقيقي هي بتقول الكلام ده بس علشان خاطر تثبت بس مش اكتر ان احنا في ظهر بعض، لكن ما اعتقدش ان هي هتتنازل عن شرف بنتها اللي اتهان، تلفيق بنتها اللي كان ممكن تتطلق. يعني لو جوز نرمين شخص عقله صغير في السكرينات اللي مفبركاها داهيه دي، كان نرمين دلوقتي اتطلقت اساسا يعني. وكان فعلا الراجل استغ من الكلام اللي هو بيتقال، لكن الراجل هو واثق في مراته وواثق في الست بيته وواثق فيها، عشان كده هو مصدقش الكلام اللي حاصل. فاستحاله يا جماعه ان الست حلميه كده هتتنازل بسهوله، غير ان هي قالت على ابنها ان هو حرامي، غير ان هو قالت على ابنها ان هو بلطجي وان هو خمرجي وان هو استحاله ان هي هتتنازل كده. ومعلش يعني ما احنا شايفين ده هي كل ما بتطلع شغل الترمية. لسه في قريب لما كانت بيتكلموا عن مرات ابنها قالت ايه جاب لي جاب على نرمين، وايه جاب لي جاب عشان تجيبوا دي زي دي بنت ناس ومتربيه ومعاها اهل ومعاها ناس. يعني هي غلطت في بنت اختها كانها لا معاها اهل ولا معاها ناس ولا متربيه ولا اي حاجه، شايفه ان مرات ابنها هي المتربيه وهي اللي معاها ناس، لكن هي ما شايفاش ان ده ان شايفه ان نرمين ان هي مش شخصيه مش متربيه وما معهاش حد يربيها. فده للاسف اللي هو احنا شايفينه على المنصه دلوقتي. فاستحالة كل اللي حصل ان الست حلمية عاوزة توصل للشخص اللي هو، لان اللي انا فهمته طبعا من الفيديو ان لبنى عرفت مين اللي بلغ على ابنها، علشان كده بتقولك انا لما انزل هعمل قضية رد شرف وهدين الشخص ده وهيبقى في موضوع تاني، بس انا لما ارجع انا وجوزي. وفي نفس الوقت قالك ان هو كمان
لما ترجع لبنى وجوزها هيفتحوا بث مباشر وهيفهموا الناس كل التفاصيل اللي حصلت والامور اللي حصلت ومين اللي بلغ ومين اللي قال، وكل الكلام ده كله هيبقى على عينك يا تاجر. بس كل اللي وصل لي وانا قعدت كده وسمعت الفيديو بصراحه، عدته مره واثنين وثلاثه، الست حلميه عاوزه توصل بس الصوره، للاسف هي بس اللي عاوزه توصلها، لكن غيرها مش عاوز يوصلها. عاوزه توصل لان احنا مهما كان بينا اختلاف وبينا مشاكل وبينا ان احنا هنقطع في بعض على المنصه، بس لو حصلت اي حاجه مع اي حد احنا كلنا هنبقى ايد واحده، واحنا كلنا هنبقى سند لبعض وهنقف جنب بعض. برغم ان احنا ما شفناش الكلام ده يا جماعه. يعني الست حلميه بتحاول توصل صوره احنا ما شفناهاش معاها هي ذات نفسها. احنا شفنا ساعه الحوار بتاع العربيه بتاع طارق، مين فيهم اللي اتدخل غير حماده بس؟ احنا شفنا حوار حماده بس، هو حماده بس اللي كان معاهم في الصوره، وهو اللي طلع وصور معاهم وهو راح لصاحب العربيه. بالعكس ده هي طلعت فتحت بث مباشر وقالت انه ده حوار وممثلين وتمثيليه ومطلعين الراجل يمثل والكلام ده كله. فما اعتقدش ان الست دي هتنسى كل اللي حصل ده كله، تمام، وتطلع تتكلم وتقول صلح وما صلحش. هي بتقول كلنا ايد واحده، كلنا في ظهر بعض، لكن ما قالتش ان انا راح اصطلح، ما قالش ان انا هسيب حق بنتي واسيب بهدله بنتي وشرف بنتي واللي حاصل معاها. وقتها تبقى الست حلميه، معلش مع احترامي للناس كلها، حتى لو قالوا ان انا بقوم ولا مش بقوم، يبقى هي هنا بتدوس على كرامتها وكرامه بنتها وكرامه ابنها وكرامه جوزها وكرامه الناس دي كلها. يحصل صلح يبقى في قوانين، يبقى كل واحد يرجع له حقه، كل واحد غلط في التاني. الست حلميه غلطت في حق زاهيه يبقى تاخد حقها، زاهيه غلطت في حق حلميه لازم تاخد حقها، نرمين اتغلط فيها لازم يجيب لها حقها. يبقى وقتها الصلح على الاقل ما يبقاش على غش، كل واحد خد حقه وكل واحد رسله حقه ايه وطريقه ايه وصل لايه. انا خدت حقي، انا وصلت للحق بتاعي اللي انا عاوزاه، انا خدت حقي اللي المفروض يجوز لي فيها وقتها. لكن احنا نتكلم واللي عاوز يقول لي انك انت واحده مش عاوزاهم يصلحوا، لا بالعكس، والله اقسم بالله انا متمنياهم ان ربنا يكرمهم ويصلح ما بينهم. بس قال لك يعني الظلم ظلمات ليوم القيامه، مفيش حد يرضى لنفسه ان يتحصل فيه زي ما اتحصل في نرمين واتحصل في طارق واتحصل في الراجل اللي ما عملش اي حاجه لداهيه وطلعت تقول عليه حنكش بنكش. راجل يعتبر كبير في السن مش صغير، يعني اكبر منها، فالمفروض تحترمه حتى لو كان هو ذات نفسه غلط فيها لازم هي تحترمه. فالمفروض ان الحاجه دي تنطبق على الامور دي. بعد كده يصطلحوا زي ما هم عاوزين يصطلحوا، هم في الاول والاخر اخوات، وارجع اقولها لكم في الاول والاخر اخوات، يعني على كلام الست حلميه قالت اني كلنا في ظهر بعض، وان حنان جت وان فلانه جت وعلانه جت. لا مش حلميه، مش يا ربي مش حلميه، رانيا قالت اني جيت لقيت شريهان، ولقيت برغم ان شريهان فتحت بث مباشر وكذبت اختها، بس هي بقى ايه، انا جيت عشان اثبت حاله ان انا جيت، وحنان ومش عارفه ايه. في الاول والاخر هم اخوات، ولو ما جابلهمش الدم يجيبهم العار، يعني على الاقل يعني ما هم اللي بيعملوه في نفسهم. على فكره هم استغلال الناس ليهم دلوقتي عشان هم شايفينهم ان هم عيله مفككه. هم لو شايفينهم انه مش عيله مفككه وعيله كلهم في ايد واحد، الصوره اللي عايزه توصلها الست حلميه اللي هو فعلا المفروض تبقى فيهم، المفروض مهما اختلفنا بينا ما بين بعضينا واختلافنا بينا ما بين بعضنا حاجه، وان ما نسمحش لحد يخش بينا ما بين بعض لما حد يجي يخش ما بيننا. لكن بالعكس احنا لو جينا وصلنا وبصينا على المعلومه دي من ناحيه زاهيه، هنلاقي زاهيه ذات نفسها هي اللي بتكبر الاختلاف. يعني هي زاهيه اللي راحت عملت سكرينات لنرمين مع المحلاوي عشان تدخل المحلاوي بينهم ما بين الست حلميه. طب ايه جاب الست حلميه عشان هتخرج المحلاوي؟ ما عجبوش الجرد لانه شتمها وغلط فيها، طلع رد فيها وبيدافع عنها عشان هي شايفه ستي مظلومه، ستي منكسره وستي غلبانه، طلع دافع عليها. فهي شايفه انك انتي تروحي تفبركي سكرينات لمحلاوي وتروحي تفبركي لنرمين، انت اللي عايزه تدخلي الناس في الاخر بينك ما بين اخواتك، وانت اللي عايزه تكبري الموضوع. وده محدش يقول لي ان المحلاوي، عشان المتابعين بيخشوا يقولوا انه ما هي بتقول المحلاوي يا ابني وهو شتم زاهيه هي اللي بدأت الاول، زاهيه اللي طلعت وغلطت في المحلاوي الاول. ما فيش ست بتطلع على المنصه تسحب راجل اللي تغلط فيه،
فهي اللي غلطت فيه. طول ما هي اللي غلطت فيه يبقى هي تتولى، وهي بينها ما بين المحلاوي فيه وهره كبيره وغزه كبيره، عشان المحلاوي هيطلع حسين من السجن، فهي متغاظه منه، فهي عاوزه تلبسه اي حوار واي مشكله. فانا متغاظه برده من حلميه، ومتغاظه من طارق، فالبس كله في بعضه. فهو ده المشكله اللي هي حاصله، والصوره اللي عايزه توصلها للست حلميه ان احنا سند لبعض وظهر لبعض، هي دي الصوره. بس مين بقى اللي بيساعدها ان هو يعمل حاجه زي كده؟ مفيش حد بيساعدها يعمل حاجه زي كده، بالعكس هي بتحاول تزين وهم بيحاولوا يبهدلوا. بس في الاول والاخر ان الست حلميه استحاله استحاله استحاله، وانا بقولها لكم واثقه من حاجه زي كده، يبقى في صلح بينها ما بين اي حد فيهم، غير لما حق بنتها يرجع والدنيا كلها ترجع زي ما هي وزي ما كانت. ده الفيديو اللي انا استنتجته من كلام الست حلميه ومن خوفها على ابني اختها، وبتقولك ان انا بحب عيال اخواتي كلهم ما اتمناش لاي حد. واحنا شفنا كل الكلام ده يا جماعه، حتى مهما اختلفت مع زاهيه ما بتحبش تشتم على عيالها ولا تدعي عليهم ولا تقول اي حاجه، اللي احنا شفناه يعني ان هي ما بتحبش حقيقي تدعي عليهم ولا تغلط في الاولاد ابدا، برغم ان زاهيه مسويه اولاد حلميه يعني كفايه التهم البطله وكفايه التبلي وكفايه اني كل شويه انا اللي لبستكم وانا اللي اكلتكم وانا شربتكم، محسسين ان هم كانوا قاعدين على باب جامع وهي اللي غنتهم. يعني ما تعرفش ان الارزاق دي بتاعت ربنا سبحانه الله وتعالى. المهم حبايبي، يا رب يكون طبعا المعلومه وصلت لكم، وقولوا لي ايه رايكم طبعا في التعليقات بقى. حطوا لايكاتكم وتعليقاتكم كده وتعالوا لي عشان نكمل بقيه الفيديو. هنخش بقى على مين؟ على ام جنى. بجد ام جنى حقيقي يعني يا جماعه، يعني الواحد لو اقول لك مثلا الواحده ظروفها على قدها والدنيا مش احسن حاجه، هنقول ماشي يعني. حتى لو الظروف على قدها الواحد بيعمل المستحيل، بيروح يستلف علشان خاطر يودي اي عيله للدكتور، بيروح يستلف عشان خاطر يعمل لعيله عمليه، بيروح يستلف علشان خاطر ما يخليش العيل محتاج اي حاجه. ودي سبحان الله رجل ابنها ضايعه بجد. الولد ده صعبان عليا جدا، يعني ريان ده رجله ضايعه ومتبهدله وفيها حاجات كتيره جدا، والحاجات دي اساسا ملوثه الجرح. واخداه راح تديله يلا بنا عشان نروح بقى من المصيف، نروح نروح البيت عشان نغسل الهدوم ونودي ريان للدكتور ونرجع تاني. يعني مش فاهمه هو ايه ده؟ طب هو المصيف ده مفيش غساله؟ والمكان اللي انت فيه مفيش دكتور عشان تروحي تودي ابنك للدكتور وتكشفي له وترجعي تاني؟ علشان كده بعدين يا ام جنى انت ست مش فقير عشان تخلي ابنك بالمنظر ده، ورجله اللي يعيني فعلا الواد صعبان عليا جدا بالمنظر ده. وكمان ابنها الكبير دلوقتي اللي هو ماشي خالص من تبعها طبعا، وام جنى قلب عليه اللي هو بقى انا هحرمك من الميراث من الاخر كده. فعشان كده ايه بقى الواد قال لك اروح اشتغل بعرق جبيني، واللي يجي على قد اللي يروح بالنسبه له مفيش اي مشكله، بس يكون انا اللي جايب الفلوس دي وانا متحكم فيها. طبعا زي ما بنشوف ام جنى تحكماتها فيهم والخناقه بتاعت على طول دلوقتي كمان بتتخانق هي ومازن مع بعض. حتى هي في البث ده، هي في الفيديو ده بتقول له خلاص كل واحد فينا يروح لحاله. قال لها احسن، ده هي عيشه بقت مقرفه وخلاص الواحد زهق من كتر اللي بيحصل ده، فمش فارقه كتير. يعني هو في الاخر يعني مش فارقه معاه العيشه بالاسلوب اللي هي بتعمله. ام جنى بصراحه اسلوبها صعب جدا وطريقتها وحشه جدا في التعامل، واسلوبها رد فعله وحش جدا. غير ان هي يعني بتروح لدكتور متخصص كل حاجه، يعني هي رايحه تودي ابنها لدكتور. بعدين غير كده هي رايحه تدي لابنها حقنه مضاد حيوي على اساس ايه؟ انت مثلا يعني خدتي الماده اللي بتخرج من رجل ابنك دي وعملتي ليها تحاليل وشفتها هي ايه؟ هل انت رحتي كشفتي على ابنك ده وخدوا منه عينات وعملوا له كشوفات وعملوا له تحاليل وعملوا له حاجات تخص ابنك عشان خاطر انت تروحي تدي له حقنه مضاد حيوي؟ بجد حرام عليكي. انت كل همك انت شوفي راجعه من جمصه علشان خاطر اللي خايفه على الحيوان تروحي تعلفيه وتاكليه وتلمي البيض والمشروع بتاعك اللي انت عاوزه تعمليه. يعني ما شاء الله انت عندك دخلك مش محتاج لكل اللي انت بتعمليه ده كله. ليه انت بتعملي كده اساسا يعني؟ وليه بتوصلي ان اولادك دول حاجه كده لا تذكر معاكي؟ ما انت بتتعبي ليه وبتعملي ليه وبتعملي وبتصوري فيديوهات وبتعملي قناه وبتجيبي فلوس وبتعملي كل اللي انت بتعمليه ليه لما انت مش معيشه يعني عيلك عيشه كريمه؟ او مش يعني لما يتعب واحد زي كده بجد انا الواد ده صعبان عليا جدا جدا. غير ان فعلا حقيقي يعني وضع بينك ما بين جوزك اساسا بتعامليه معامله وحشه جدا وقدام الكاميرا وما بيهمكيش، واللايف يبقى مفتوح ونفس النظام.
كأنه شغال عندك، هو مش كأنه مش جوزك، كأنه هو شغال عندك. يعني هو انت بتتحكمي فيه زيادة عن اللازم، برغم ان احنا بنشوف الراجل دايما مطيع لكل حاجة انت بتقوليها وانك انت بتعمليها مجنة. فاللي انت بتعمليه ده بصراحة يعني حاجة يعني اوفر وزيادة عن اللازم. يعني ايه يا مازن؟ طب خلاص عيشة وما عيشاش. المهم تالي يعني اتقفل الفيديو على كده بخناقة كبيرة بين ام جنى وبين مازن بطريقة الاسلوب بتاعتها. ومش مهم، يلا بقى نخلصها والموضوع يخلص، مفيش اي حاجة. بلاش ام جنى توصلي لمرحلة صعبة جدا بجد، يعني لانك انت فعلا حقيقي بقيتي اوفر جو في الفيديوهات بتاعتك والطريقة بتاعتك، وتفكيرك سيء جدا. وغير كده بصراحة فعلا حقيقي الله يكون في عون ريان، وصعب جدا الوضع اللي رجله فيها الولد. فبجد الله يعينك على حالك باللي انت بتعمليه. استغفر الله العظيم. يعني الناس حتى لو معاها فلوس بتستخسر في نفسها وفي اولادها، فربنا يلطف بينا يا جماعة. بصراحة بجد الوضع صعب جدا، والمنصة بقت مقرفة لطريقة حقيقي صعبة. حبايبي لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا حطوا اللايك وحطوا التعليق بتاعكم، ويلا بينا نخش بقى على فعلا بجد الفيديو الجميل جدا. الفيديو اللي فعلا حقيقي حرك القلب وحرك المشاعر بصراحة. ابو زياد واولاده، ومفاجأة بتاعة زياد لابوه لما راح عمل له مفاجأة هو واخواته، وجاب له معاه هو وجاي جابوا معاهم بيتزا، وقالوا ان البيتزا دي من زمان قوي كان نفسي ياكلوها وكانت وحشاهم جدا جدا، واللمة دي وحشاهم جدا من زمان. والحب يعني الفيديو ده ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني فعلا ابو زياد زي ما بيقولوا تعب وصبر ونال، يعني بعد معاناة وبعد سنين. هو كل يوم بس وكل يوم فيديو ان هو مش عاوز غير اولادي، انا مش عاوز غير اولادي، انا مش عاوز غير اولادي. فعلا الواحد كان قلبه بيتقطع عليه، لان فعلا الواحد ما يتمناش يحط نفسه في وضع زي كده. وكان كل يوم ابو زياد لحد ما قطع ايديه وشرايينه، لحد ما رجع اولاده لحضنه. ففعلا بجد يعني الفيديو ده عجبني جدا واثر فيا، وكلام ابو زياد وفرحة ابو زياد اللي طالعه من عينيه والقلوب اللي بتطلع من وشه كده. هو وبيكلم ابنه وبيقول له انت احنا جبنا الاكل وانت عليك تعمل لنا الشاي. يقول له هو الشاي بس؟ ده انا اعمل لك كل حاجه انت عاوزها. وفعلا انا مش مصدق. ويقول لك كمان ان البيت هنا والمكان هنا، يعني كل قرايبي وكل اخواتي وحبايبي وكل اللي موجودين معايا، الفرحه ماليه المكان، والفرحه ماليه المكان هنا علينا. وما شاء الله يعني طبعا ربنا يديم ما بينهم الفرحه يا رب، ويديم ما بينهم الموده والمحبه والمعزه، وربنا يحفظهم جميعا يا رب العالمين. فعلا حقيقي الفيديو ما شاء الله عليه. حب كمان الاولاد لابوهم ما شاء الله باين جدا يا جدعان، ان هو فعلا الاولاد دول كانوا محرومين من ابوهم. الله يسامحه بقى اللي كان فعلا حقيقي حارمهم من وجود ابوهم وسطيهم. يعني زياد يقول له خلاص بقى الايام اللي جايه ان شاء الله هتبقى احسن وهتبقى احلى، وهتبقى ان شاء الله مش هيبقى فيها لا تعب ولا زعل ولا اي حاجه. طبعا يا ابني يا رب دايما يبقى بينك ما بين ابوكم الخير والتواصل، وفعلا حقيقي ربنا يحفظكم جميعا. طبعا ربنا يديم ما بينهم المحبة والمودة وفرحة البنوتة والبنت الصغيرة اللي نايمة رماس، اللي بيقول له رماس مطرح ما تتحط بتنام، فبيقول له خلاص سيبها نايمة براحتها لما تنام ولما تصحى براحتها. بيقول له دي نايمة اللي هي فترة طويلة من ساعة ما جينا وهي نايمة. البنت سبحان الله مرتاحة في المكان، لأن المكان كله مليان حب وحنان ومليان اطمئنان. وفعلا يعني انا شفتي واحده كاتبه كومنت بتقول اخيرا دلوقتي ام زياد ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها، اكيد دلوقتي مبسوطه وسعيده طبعا على لمه اولادها مع ابوهم. طبعا زي ما احنا كنا شايفين ابو زياد وام زياد كانت كلها حياتهم كانت كويسه مع بعض، ومعاملتهم كانت معامله طيبه. ففعلا بجد يا جماعه ربنا يسعدهم، ربنا يسعد ايامهم، وربنا يديم ما بينهم المحبه والموده، وربنا فعلا يجعلهم سند ليك يا ابو زياد. حاول تقرب منهم اكتر، حاول انك انت دايما تبقى موجود معاهم، لان هم فعلا محتاجينك ومحتاجين وقفتك معاهم، وبالذات البنوته ودايما بتبقى حبيبه ابوها. فربنا يبارك لك في بناتك الاتنين. وابنك ما شاء الله راجل، يعني هو ما شاء الله هو واقف جنبك، الله اكبر في طولك. فما شاء الله ربنا يحفظهم لك جميعا ويبارك لك فيهم. بس فعلا حقيقي كان فيديو مؤثر جدا جدا حقيقي. سبحان الله بعد الصبر جبر. عارفوا يا جماعه اللي بيصبر بينول. اوعى تفكروا ان الظلم ده بيستمر ابدا، وان لا الفرح بيستمر ولا الحزن بيستمر ولا الظلم بيستمر.
ففعلا سبحان الله كما تدين تدان. وسبحان الله ربنا دايما جبار بالخواطر، ربنا بيكبر بالخواطر. طول ما انت مفوض امرك الى الله وبتسلم امرك لله دايما ربنا بيجيب لك حقك لحد عندك. اوعى تفتكر ان بعد الكسرة لازم بيبقى فيه جبرة، ربنا قال لنا كده، قال لك وعزتي وجلالي لانصرنك لو بعد حين. فربنا كريم واسمه العدل، فربنا ما بيدومش ابدا على البني ادم اللي بيبقى يعني عنده يقين بالله ان هو حقيقي حقيقي ربنا يجبرهم وييسر لهم امورهم ووفقهم. الفيديو كان جيد جدا يا ابو زياد، فرحتك وفرحه اولادك ولمتهم على طول. خليكم دايما مع بعض على طول. والواد يقول له ان شاء الله القناه دي انا هوصلها لك لنص مليون. يعني كانوا قاعدين مع بعض قاعده جماعيه جميله. واخيرا يعني بعد صبر كتير لابو زياد اجتمع ابو زياد واولاده بأسرة سعيدة. ويا رب يديم ما بينهم المحبة والمودة ويديم ما بينهم الخير ويخليهم دايما كده. وانا عاوزة ابو زياد ان هو يحتضن اولاده على قد ما يقدر. وربنا يديم ما بينكم المودة والمحبة يا ابو زياد، وربنا يعوضك على الايام اللي عدت وشفتها اللي كانت صعبة من غير اولادك. حبايبي قولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.